إصابة القندوسي بكسر في الساق ومدة غيابه بعد التدخل العنيف اللي عمله ياسين الملاح في القندوسي في المباراة اللي جمعت الاتنين في الدوري. القندوسي عمل عملية جراحية ونجحت بنسبة 100%، واللاعب هيكون جاهز للمشاركة مع الفريق أو للتأهيل بعد 4 شهور فقط. طبعا موسم القندوسي انتهى ومش هيشارك غير أول الموسم اللي جاي إن شاء الله، وأكيد كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل. لكن أنا عايز أقول برضو كلمتين في حق ياسين الملاح صاحب التدخل العنيف ده. ياسين الملاح اتهاجم هجوم شرس بطريقه مهينه واتشتم واتهزق. التدخل بتاع القندوسي دوت شفناه كتير في الكوره، شفناه في اوروبا، شفناه في امريكا، شفناه في مصر، شفناه في كل حته. والكوره مش لعبه سهله، الكوره لعبه عنيفه برضو، مش كلها عنيفه لكن فيها من العنف اللي ممكن يسبب اصابات بالمنظر ده. لكن زي ما فيها العنف اللي بيسبب الاصابات دي، فيها برضو الطب اللي بيسهل الاصابات دي وبيرجع اللاعب اللي اتصاب الاصابات دي في اسرع وقت. اللعيبه اللي انت شايفها دي بيتصرف عليها ملايين الملايين، واي لاعب منهم لما بيحصل له اقل اصابه بيجري على المانيا على طول، خصوصا لو كسر. قبل ما تهاجم ياسين الملاح اعرف ان هو بعد الماتش على طول راح زار القندوسي برفقه الطبيب بتاع الفريق بتاع فاركو، واللاعب كان منهار جدا وقدم اعتذار كبير. اكيد اللاعب خلي بالك نفسيا مش هيقدر يلعب، لان هو في الاول والاخر انسان زيه زي القندوسي بالظبط. فبلاش نيجي على حد على حساب حد، والعكس، علشان كلنا في الاخر بشر وبنغلط.